السلام عليكم. المغرب بمنطقة الجغرافيا يقع في الشمال الإفريقي، بمنطقة ثورة يقال إنه عبرها، ويقال إنه فيها، ويقال إنه ينتظرها. هو الطوفان فانتبه، أناديك اركب معنا. تصيح لست مثلهم، عرشي غير عرشهم، علمي غير علمهم. أصر اركب معنا، الشمس والقمر معنا، الأرض والبحر والطير. تصر سآوي إلى السر، أصر وتصر، والطوفان مستمر، يغيب الفرد ويبقى الكل. قل آمنت بالثورة. آخر الإحصائيات الرسمية أجريت عام 2006، وقد أفادت أن ربع المغاربة الذين يبلغ تعدادهم حوالي 34 مليون نسمة يكابدون أوضاعا اقتصادية صعبة، وأن 4 ملايين منهم تحت خط الفقر. لا أظن أن الشارع معني بهذا الصراع بين نخبه المختلفة. ثمة أمر آخر يهدده، تكشف عنه تقارير المنظمات الدولية بخصوص الحالة الاقتصادية للعام الفائت، سواء فيما يخص نسبة الحرمان ونسبة السكان المعرضين لخطر الفقر، أو نسبة هؤلاء الذين يعيشون في فقر مدقع أو فقر متعدد الأبعاد. قصاصات ويكيليكس أبانت لنا أنه كاين فساد غير مسبوق في القصر، نابع من القصر الملكي. هذه خيانة للتعاقد لديمقراطية البلاد، هذا شيء غير مقبول. بالعودة إلى التقارير الدولية، فإنها تتحدث عن تراجع ترتيب المغرب في مؤشر الديمقراطية حول العالم، حيث احتل المغرب هذه المرتبة بعد أن كان يحتل هذه المرتبة. وفيما يخص حرية الصحافة، فبعد أن كان المغرب يصنف عام 2002 بأنه يتمتع بصحافة حرة جزئيا، جاء التقييم عام 2010 ليقول إن المغرب لا يتمتع بصحافة حرة على الإطلاق. أما بخصوص الفساد، فإن التقارير الدولية تتحدث عن أن المغرب كان يحتل هذه المرتبة عام 2000، ثم ازداد الأمر سوءا ليحتل هذه المرتبة العام الفائت، فيما الديون الخارجية هي في العام الفائت أكبر مما كانت عليه عام 2000. إلى هنا تنتهي مرحلة وتبدأ أخرى. ترى ماذا ستفعل الحكومة الجديدة بقيادة الإسلاميين؟ والقصر هل ينازعها في صلاحياتها؟ ما هي نتائج الخروج المفاجئ لجماعة العدل والإحسان من حركة 20 من فبراير وبقائها في المعارضة؟ القوات المسلحة الملكية، الحرس القديم، السلفيون، القوى الخارجية، من فضلكم افعلوا ما شئتم، لكن احرصوا على أن تكون الغلبة للمغرب وللمغرب وحده. إليكم البيان التالي، إليك أنت البيان التالي: أتى الزمن الجديد، فلا تمانعه ولا تغالبه. هو كما القدر يعلي شأن الشعوب ويسقط مثلك كل صنم. السلام عليكم.